اهلا وسهلا حبوباتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي نلقاكم هذا لا فيديو بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الطبيله ديال العيد. واخا جات متاخره شويه ماشي مشكل. هنايا البنات غنحضر معكم واحد الكيكه كتجيب واحد الكريمه. غندير لها واحد الكريمه اللي كتجي غزاله البنات ورائعه، كتجي بالمذاق ديال الحامض. هنا البنات كنحتاج لربعة البيضات، ضفت عليهم كاس ديال السنيده وواحد ساشي ديال الفاني. غادا نبقى نطرف فيهم مزيان 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 حتى يتغير ليا اللون ديال البيض، يعني يرجع ليا اللون ابيض على هذا الشكل هذا. البنات وصلتوا اختي حتى لهنايا، بغيتك ديري ليا واحد لايك كتنسيها ليا وكتبي ليا واحد التعليق زوين بحالك، وما تنسيش تبارطاجي الفيديو مع الحباب والصحاب والاصدقاء ديالك. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. هنا البنات زدت واحد الكاس ديال الزيت وغادا نضيف كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب صافي. وغنستمر في التطراب مزيان مزيان حتى نخلط العناصر كامله. كل ما طربتي الكيك ديالك كل ما كيجي هشيش ورطب. كل ما كطربي الخليط ديالك كل ما كيجي داك الكيك عندك هشيش ورطب. واخا تبقى عندك الكيكه تا اسبوع كتبقى رطبه وزوينه. هنايا نسيت شويه الملحه ضفت واحد شويه الملح البنات صافي. وغادا نبقى نطرب مزيان مزيان حتى تنسجم ليا العناصر كامله. وغادا نضيف الفورس عفوا البنات، ضفت واحد المعلقه ديال الحامض ومعلقه ديال الخل. انا المعلقه ديالي صغيره، ضفت جوج ديال الحامض ومعلقه ديال الخل هكا باش تجي ليا النكهه ديال الحامض باينه في الكيك ديالنا صافي. وغنطرب شويه وغادا نضيف كما قلت لكم الفورس. غادا نضيف الكميه ديال الفورس اللي غادا تجمع ليا الخليط. الفورس البنات كيبقى على حسب الخليط، الفورس كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، لهذا ما غاداش نقدر نقول لكم شحال هزات ليا ديال الفورس. المهم البنات كتبقاو تضيفوا بشويه بشويه الفورس اسمحوا لي البنات، بشويه بشويه حتى تلقاو الخليط ديالكم وصل لمرحله تكتبوا فوق من الخليط ديالكم، تحركوا مزيان تخلطوا داكشي وتكتبوا رقم 8 تما راه غادي تعرفوا بان الخليط ديال الكيك ديالكم هو هذاك. هنايا ضفت مع الدقيق ديالي ضفت معاه واحد 3 الخمارات وكنحرك وكنشوف واش باقي خاصني الفورس ولا لا. هنا راه باقي خاصني شويه لان الخليط شويه باقي جاري وغادا نضيف شويه صافي. ضفت هنا شويه ديال الفورس. هنايا البنات راه الفورس مغربل، غير هذاك الغربل ديال الانوكس كيتعطل ليا ملي كنكون كنغربل فيه، داكشي علاش درت غربلته خليته حدايا صافي. انا هنايا وصلت للخليط اللي بغيت، يعني القوام اللي بغيت هو هذاك صافي. غناخذ المول ديالي اللي دهناه بشويه ديال الزيت ورشيت عليه شويه ديال الفورس وسستو. ما تخليوش عامر بزاف بالفورس باش ما تجيش الكيكه ديالكم عامره بزاف صافي. وهزي يدك الفوق اختي باش تجيك الكيكه مجعبه ورطبه رطبه 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 على مزويناتها صافي. غادا نهبط هذاك الخليط ديال الكيك كله وغادا ندخل الكيكه ديالي للفران. غادا نرضخها شويه مع سطح العمل وندخلها للفران. انا كندخل الكيك ديالي الفران بارد البنات وعاده كنشعل عليه الفران. مني كنحط الكيكه ديالي في الفران عاده كنشعلو. انا عندي الفران ديال الضو كنشعل من الفوق ومن التحت درجه ديال الحراره 180 درجه. مني كنحس بالفران سخن كنقص 170 كندير 170 صافي. هادشي اللي كاين. وهنا البنات راني كنت قبل ما نبدا الكيكه نض الصباح وجدت العجين ديال لي كيش اللي احتاجيت فيها البنات. درت فيه نص كيلو ديال الفورص، درت فيه واحد البيضه
قبل ما ندير البيضه البنات خديت واحد 2 معالق ديال الزبده، بس بيهم هذاك الفورس ديالي. راه فايت لي حضرت معكم في رمضان البنات العجين ديال لي كيش، راه عندي في القناه. صافي كما قلت لكم هذوك 2 معالق ديال الزبده، بس بيهم هذاك نص كيلو ديال الفورس، ودرت واحد الحفيره في الوسط، ودرت واحد البيضه، ضفت بيضه، ضفت 2 معالق ديال الزيت، ودرت شويه ديال الملحه. صافي وجمعت هذاك العجين جمعته. غادي يبقى لكم ناشف شويه. ملي تبداو تجمعوا ضيفوا شويه ديال الماء. غير هي العجينه خاصها تبقى مجموعه، يعني خاصها تبقى قاصحه، ما تكونش رطبه بزاف، باش هكا ما تمحنكمش، ما تقطع لكم ما حتى شي حاجه، وتجيكم بحال دايرين الورق هذاك عفوا العجين المورق. صافي هنا سرحتو البنات، وغادا نديرو انايا غادا ندير الكيش في هاد المولات الطوال هادو. صافي كنحط العجينه ديالي فوق هاد المول، وكنبقى نقاد وندخل الجنيبات كيف كتلاحظوا، وغادا نحيد هذاك الزوائد كاملين، هذاك الفائض اللي بقى ديال العجينه كله غادا نحيدو، ونضغط عليهم من الجنيبات باش تطراساو ليا هذيك الحاشيه ديال المول، طراسه ليا في العجين. الفيديو موضح راسو البنات. عرفتوا هاد لي كيش اللي درت البنات راه هما جاو خطيرين، جاو واعرين بزاف. صافي كيف كتشوفوا غادا نقاد كما قلت لكم الجنيبات، غادا نضغط على العجينه في الوسط حتى هي الا كانت غليظه، البلاصه اللي غليظه نقادها باش تجيني السطح ديالها متساوي، يعني ماشي جهه غليظه وجهه رقيقه. صافي وغادا ناخذ واحد الفرشيطه وغادا نتكها هكا من الجناب، نتكها من الوسط. صافي البنات انا راه ما كندير فوق منها لا عدس لا حمص لا حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي كندير وهي مني نسرح العجينه ديالي فوق المول، كندخلو للثلاجه يبقى واحد 10 دقائق هكاك ولا 15 دقيقه، عاده كنجبدو ونديرو مباشره في الفران. هكا ما كيديك على العجينه ما كتعواج ما حتى شي حاجه، كتبقى شاده لا فورم ديالها وكطيب مزيانه بلا ما كندير فوق من العجينه حتى شي حاجه. صافي كما قلت لكم غناخذ واحد الفرشيطه وغنتك بها العجينه كامله باش ما تنفخش ليا في الفران، وغنديرها في الثلاجه ومباشره غادا ندخلها للفران. ومني غتخرج ان شاء الله غنوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش دايره. انا هنا البنات راه درت 2 ديال لي كيش، يعني درت 2 من هادو، درت هادي ودرت وحده اخرى انا غنوريها لكم. غندير وحده اخرى في هادي. صافي هادشي اللي كاين، وغندوزو مباشره البنات غادي نحضروا واحد البسبوسه بالكريمه اللي كتجي واعره وكتجي فنه. راه واخا تبقى عندك حتى هي غير هاد البسبوسه ما حدا كتبقى في الثلاجه وهي كتزيان، ما حدا كتبقى في الثلاجه وهي كتزيد تعطي ديك البنه ديالها. اللي غنحتاجو فيها البنات غنحتاجو فيها واحد 2 بيضات، كاس ديال السنيده، وقبيصه ديال الملحه، وواحد ساشي ديال الفاني. غادي نطربوها مزيان حتى يتغير لينا اللون ديال البيض. ما عندكش اختي الطراب الكهربائي ديري لك الطراب اليدوي، ساهله ماهله، ما تحتاجي لا عذاب لا حتى شي حاجه، كطربيها غير بالطراب الكهربائي وكتجي نفس النتيجه. انا شحال من مره درت غير الطراب اليدوي عفوا وكطلع ليا نفس النتيجه. وهنا البنات بعد ما طربتو زدت واحد الكاس ديال الحليب، وغادي نضيف كذلك واحد الكاس ديال الزيت، ونستمر في التطراب ديالي. هنا البنات راه كنمشي ما عرفتش شنو كندير وكنرجع، لان هادشي كامل البنات راه درتو حتى الليل. هاد التحضيرات هادي ديال العيد راه درتها حتى الليل، يعني راه يدي هنا ويدي هنا ويدي هنا. البنات انا هنا راه نسيت وزدت واحد نص كاس ديال السنيده، لا ديروا غير كاس واحد فقط،
انا راه درت كاس ونص تاع السنيده، ورغم ذلك البنات راه ما جاتنيش حلوه نهائيا. ولكن البنات راه ضروري ديروا غير كاس واحد فقط صافي. وضفت وغنضيف هنايا واحد جوج كيسان ديال السميده. جاتني باقا مازال خاصه السميده، زدت واحد نص كاس. انتم غادي تشوفوا زدت واحد نص كاس ديال السميده، وجاني الخليط هو هذاك. وصدقوني البنات راه كتجي واحد البسبوسه، كتجي واحد البسبوسه اللي رائعه جدا جدا. هنا الكبيدات راه هبط لي التليفون من السيبور ديالو، ما ديتهاش فيه، استسمح. صافي البنات هادشي اللي كاين. دابا غادي نضيف نص كيلو عفوا نص كاس ديال السميده رقيقه، لان باقي عندي الخليط شويه جاري. والبنات سمحوا لي على هاد الصوت ديال العصافير، ولدي مربي ليا هنايا الفراخ، كتسمعوا معايا تتوما زقزقه العصافير. والله الا جات في الفيديو زوين هاد الصوت ديالهم. واخا انا راه تحولت من حداهم ما بغاوش يسكتوا، وتحولت من حداهم للبيت الاخر، ورغم ذلك جا الصوت في الفيديو. ولكن ماشي مشكل، صويت زويون. صافي الكبيدات هنايا ضفت واحد نص كاس ديال السميده رقيقه، لان جوج كيسان ما قدونيش. وضفت واحد نص كاس اخر. وغادا نضيف جوج ديال الخمارات صافي. وغنحرك كلشي، يعني غنمزج كلشي، نطربو نخلط هذاك الخميره عفوا ندخل ليا في الخليط مزيان مزيان. وغادا ناخذ المول، اي مول عندكم ديروها البنات. انا خديت هذا هكا مربع، تقدروا ديروه حتى دائري كتجي فيه زوينه. دهنته بشويه الزيت ورشيته بشويه السميده باش ما يلصقش ليا. وغادا ناخذ نص ديال الخليط غنديرو في هذا المول هذا، وغادا ندخلها للفران مباشره. والنص الاخر غنحتفظ به حتى نوجد الكريمه. بالنسبه للكريمه البنات، هنا خديت واحد نص سيطرو ديال الحليب، درت فيه 4 المعالق ديال النشا. انا عندي المعالق هنايا صغار، نتوما ديروا 3 المعالق ديال النشا كما قلت لكم. المعلقه عندي هنايا شويه صغيره، درت 4. ودرت 4 ديال السنيده. نتوما ديروا 3 المعالق ديال النشا مع 3 المعالق ديال السنيده، وواحد ساشيه ديال الفاني صافي. وغادا نحرك كل شيء مزيان مزيان مزيان. وغادا نديرو فوق من العافيه، فوق من البوطه زعما، حتى نحس بهذاك الخليط ديالي عقد مزيان. بعد ما يعقد ليا الخليط البنات، غادا نضيف عليه واحد 5 ديال الفرماجات، وهو فوق البوطه غنضيف 5 ديال الفرماجات. وغادا نحرك مزيان مزيان. هنا انا ضفت واحد الحك ديال البيرلي، او لا ما عندكمش بيرلي ديروا غير دوك 5 الفرماجات راه كافيين. كان عندكم بيرلي كريمي راه كيجي زوين، كتجي المذاق ديال البسبوسه واعر بزاف بزاف. صافي كنخوي هذاك البسبوس هذاك الكريمه فوق من البسبوسه اللي خرجت من الفران، وكنقادها على السطح ديال البسبوسه. وغادا نرجعها فوق عفوا غادا نرجعها للفران طيب غير من الفوق، ماشي طيب غير تماسك ليا هذيك الكريمه. راه ما غتبان لكم لا محمره لا والو، غير طيب هذيك الكريمه صافي. تنشف ليا الكريمه نحط فوق منها يديا نلقاها ناشفه صافي ونخرجها. هنا البنات غادا ندير الكريمه الكيكه اللي وجدنا الاولى. الكيكه اللي وجدنا الاولى في هذا المول احتاجيت ليها، درتها بالكريم باتيسير ونشا. خديت نص لتر الحليب، درت 2 معالق ديال الكريم باتيسير، معلقه ديال النشا، و3 المعالق ديال السنيده، وواحد فاني. وخليتها فوق البوطه حتى بدات كتعقد. وضفت ليها واحد جوج كيسان ديال دانون البنات. دانون كريمي راه كتجي واعره، كتجي المذاق ديالها خطيره. وحكيت عليها واحد الحامضه باش ما يجيش الفيديو طويل البنات، داكشي علاش ما وريتكمش الكريمه كيفاش درت ليها. المهم هادشي اللي قلت لكم هو اللي كاين. ودرت عليها الكيكه بهذه الطريقه هذه، وكنضغطوا حتى تخرج لينا الكريمه من الجناب باش نتاكدوا بان الكريمه غلفات لينا الكيك ديالنا كيف كتشوفوا. وغادا نخليها جانبا حتى تبرد وندخلها للفران.
هنا البنات كيف كتلاحظوا راه خرجت البسبوسه من الفران. انا كما قلت لكم راه يدي هكا ويدي هكا. الخليط الاول اللي قسمناه على جوج البنات ديال البسبوسه، ضفت ليه واحد جوج معالق ديال الحليب، لان لا خلينا السميده الخليط ديال البسبوسه مع السميده كتنشف، ما يمكنش لينا نحطوا هذاك الخليط وغيجينا قاصح. ضفت ليه واحد جوج معالق ديال الحليب وطربتهم مزيان مزيان مزيان، وغادا نخويه نكبهم زعما فوق من هذيك الكريمه، وغادا نرجعها للفران شاعل غير من الفوق فقط، نشعلوا عليها غير من الفوق فقط. كان عندك اختي الفران كيشعل غير من الفوق لتحت ديال الضو، ديري شي لاطه من التحت وحطيه، حطي البسبوسه ديالك من الفوق، يعني فوق من الشبكه، عليها شويه على على هذيك اللاطه اللي درتي لتحت، باش بحال ديري بحال الحاجز بينها وبين العافيه اللي لتحت. صافي هادشي اللي كاين البنات. وهنايا بعد ما خرجت لي كيش من الثلاجه ودرتهم في الفران طابوا البنات، ديروا ليهم هاد الصلصه هادي ديال صوص الجيريان البنات، راها كتجي واعره في ليكيش، كتجي بنينه. انا راه كندير لهم حتى البيتزا مع الصوص ديال البيتزا، راه ما كتشبعيش منهم، راه كتجي شي بيتزا وكيجي شي ليكيش واعرين، اصلا هي بنينه. ولا درتيها هكا في المعجنات راها كتجي خطيره البنات. صافي انا غادا نسرح هاد الصوص، هاد الصوص الجيريان فوق ليكيش ديالي. وخديت واحد 3 البصلات، شحرتهم مزيان مزيان غير في زويته وشويه الملحه، غنديرهم كطبقه التحتانيه. غادا نقسم هاد الكميه اللي عندي ديال البصله، وغادا ندير نقادها هكا نيه في هاد ليكيش اللي عندي، باش تجيني البصله متساويه في كل قنت شويه. باش لا خديتي واحد المورسو كتلقاي فيه البصله في كل جهه، كتلقاي فيها شنو داكشي اللي دايره، خاصك تصفيه يعني بواحد التساوي اللي كيجي مزيان. صافي وهنايا عندي واحد الخلطه ديال لادانت فيمي البنات والزيتون مقطع، غادا نديروه فوق من هذيك البصيله، كتجي بنينه. يقولوا لي رشيده قهرتينا، بنينه بنينه بنينه. وصدقوني البنات هادشي كله اللي كندير معاكم راه لا درتوه راه غادي يجيكم واعر. انا بعدا داكشي اللي درتو كلاوه ضيافي عجبهم. انا اي حاجه كنديرها البنات كتعجب ضيافي، كتعجب وليداتي، كتعجب مالين